الإعلام الجزائري يعود مجددا في حركاته الوقحة والقذرة والغبية في نفس الوقت. التطاول على الدول، والمثال الجديد هو اللي كتشوفوه الآن أمامكم على الشاشة من أحد الأبواق لنظام حضارات الجزائر، وهم يتطاولون على جمهورية النيجر. وكان النظام الجزائري قبل أيام قليلة فقط يحاول التودد إلى جمهورية النيجر لكن بدون جدوى. بطبيعة الحال الأشقاء في النيجر قرروا على أنهم يتقربوا من المغرب، قرروا على أنهم يدخلوا في المشروع ديال المغرب، مشروع منفذ الأطلسي. كذلك قرروا الاعتماد على المغرب في مجموعة من القضايا. وشفنا بطبيعة الحال يوم أمس تلك الزيارة الكبيرة والهامة ديال وفد كبير من جمهورية النيجر يضم الوزير الأول، وزير الخارجية، وزير الدفاع، رئيس الأركان، كلهم جاوا في زيارة إلى المغرب، وكانت هناك مباحثات مهمة. بطبيعة الحال كل هذه المسائل هي تثير الصعاب لنظام حضارات الجزائر، المسألة اللي كتخليه على أنه يطلق هذه الأبواق الإعلامية لكي يسب ويشتم هذه الدول. رجعوا فقط لهذه جريدة الخبر اللي كنشوفوها الآن أمامنا على الشاشة، فقط خلال هذا الشهر، شهر واحد فقط، شوفوا شحال من دولة سباتها هذه الجريدة فقط اللي هي أحد الأبواق لنظام حضارة الجزائر. الإمارات، السعودية، موريتانيا، مالي، النيجر، ليبيا، كل هذه الدول تعرضوا للسب والشتم من هذه الجريدة، هذه جريدة الخبر. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على العزلة التي يعيشها النظام الجزائري، على الحصار الخانق الذي يعيشه النظام الجزائري. والآن كيف ما شفتوا في آخر حركات الإعلام الجزائري وهو التطاول على النيجر والتهديد بحرب أهلية في النيجر وما إلى ذلك من هذه الأمور. علاش؟ لأن النيجر يتقارب مع المغرب، جمهورية النيجر ستتقارب مع المغرب، وفضلت المصلحة ديال رابح مع المغرب. وبطبيعة الحال نفرات من حضارة الجزائر بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فبالرغم من كل محاولات التودد اللي كان كيحاول يديرها نظام حضارة الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية باش أنه يتقرب من السلطة الحالية في النيجر، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل. وبالتالي فشفوا هذا التقارب مع المغرب، خرجوا يسبوا ويعايروا جمهورية النيجر، لأن هذا هو السلاح الوحيد اللي كاين عند النظام الجزائري والإعلام الجزائري باش أنهم يواجهوا هذه الصفعات الدبلوماسية وهذه الانتكاسات الدبلوماسية وهذا الحصار الخانق الذي يعيشه النظام الجزائري. ففي كل مرة كتوقع لهم شي أزمة دبلوماسية مع دولة معينة كيخرجوا في أبواقهم الإعلامية باش يبداو يسبوا ويعايروا في هذه الدول ولا في هذه الدولة، تماما كما شفنا مع النيجر، مع مالي، مع الإمارات، مع موريتانيا كذلك مؤخرا حينما قرروا نشر خريطة المغرب كاملة في مقرراتهم الدراسية. بدأوا في مهاجمة موريتانيا والتطاول على القيادة الموريتانية. وهذه الأمور بطبيعة الحال يدل على ضعف النظام الجزائري، يدل كذلك على عجز النظام الجزائري على تحقيق أي انتصار دبلوماسي لكي يروج له لدى البصبعيين والجزائريين المستحمرين. فالسلاح الوحيد اللي عنده بطبيعة الحال واللي كيفهموا البصبعي وهو سلاح السب والشتم والتطاول فقط لا غير. أما المعقول فهم بعيدون كل البعد عن المعقول. إذا متابعينا الكرام، جمهورية النيجر اللي هي من الدول التي قررت التخلص من التواجد الفرنسي، التواجد العسكري والنفوذ الفرنسي، فبكل بساطة ومن الطبيعي جدا على أنه إذا تخلصت من فرنسا سوف تتخلص من عاملتها ومن ابنتها اللي هي الجزائر، وغادي تتخلص من أي علاقة عندها مع الجزائر. وهذا الشيء اللي وقع متابعينا الكرام ما بين النيجر ومالي وحضارات الجزائر اللي طردوا التواجد الفرنسي، وبالتالي غادي يطردوا كذلك العميلة ديال فرنسا، الابنة المدللة ديال فرنسا اللي هي حضارات الجزائر. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.